لو انتوا بقى من جيل السبعينات والثمانينات زي حالاتي كده، الفيديو ده ليكم. الجيل بتاعنا جيل دايما يشعر الى الحنين للفتره اللي اتربى فيها. تلاقيه تشدوا اغنيه قديمه، فيلم ابيض واسود، واخدوا الحنين لمشهد من مسلسل، او يطلع مسلسل قديم اتفرج عليه من 30 سنه يطلع يتفرج عليه كانه بيتفرج عليه اول مره، ودايما يبقى عنده احساس كده حنين غريب. سبحان الله، تقريبا كلنا بنحس نفس الاحساس باختلاف اماكننا وباختلاف الظروف اللي احنا نشأنا فيها، كلنا بنحس بنفس الاحساس. يعني انا من كام يوم مثلا خدني الحنين، افتكرت اغنيه لعفاف راضي، اصحي يا دنيا. طلعتها على اليوتيوب، كنت سعيده جدا ان انا بسمعها وعماله اغني معاها، وعيالي اولادي يعني نظام مالها الست دي، مالك يا ماما في ايه؟ قلت لهم يا جماعه الاغنيه هم مش مستوعبين ان ده تاريخ. الحاجات دي مرتبطه باحلى فتره في حياتنا. حقيقي انا شايفه ان احنا الفتره اللي احنا اتربينا فيها دي احلى فتره في حياتنا، احلى فتره عدت علينا. احنا واهالينا كنا اروق، كنا اهتماماتنا واحده، اللي عايزينه حاجه واحده. تلاقي كل الناس كانت مثلا، كل الاطفال كانت بتلعب نفس اللعب، عندهم نفس الاهتمامات، مروا بنفس الظروف. كل البيوت المصريه كلها كانت شبه بعض، اكلنا كان شبه بعض، كل حاجه كانت شبه بعض. فلما باجي اسمع دلوقتي كلام الناس، حكاوي الناس، اكتشف ان الناس محمله نفسها بكميه ضغط نفسي وستريس غير طبيعي. ولما فكرت لقيت ان سبب المشاكل وسبب الضغط النفسي حاجات هي مش اساسيه خالص. على فكره احنا خليناها اساسيه، يعني حطيناها في مكان مش بتاعها، خليناها حاجات اساسيه. فبالتالي بقينا مش ملاحقين، جري 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 جري، ناس طول الوقت بتجري، مش ملاحقين وناسيين اصلا نبص على اللي في ايدينا، اللي هو باي ذا واي هو كان حلم سنين فاتت وربنا كرمنا بيه. مش ملاحقين ان احنا نبص على اللي في ايدينا، على طول عايزين اللي مش باصين على حاجه مش بتاعتنا. فكانت النتيجه ان احنا بقينا ناس مش حقيقيين، مش اصليين، مش احنا. يعني لما تيجي تبص تلاقي نفسك دلوقتي ونفسك من كام سنه، ايه ده؟ فين انا؟ في مش احنا. لا احنا عارفين نرجع ونبقى زي زمان، ولا عارفين اصلا نحصل الناس اللي حوالينا. احنا محملين نفسنا يا جماعه بفوق طاقتنا. والله احنا لا زال مطلوب مننا اساسيات بالذات في الظروف اللي احنا فيها، وكل الناس بتعاني على كل الليفلز. فبالراحه شويه على نفسنا، يعني بالراحه ناخد خطوه كده لورا شويه ونشوف كده، والله هو ده بجد مطلوب مني؟ هو بجد ده اساسي؟ هو انا عايزه ايه من الدنيا؟ طب انا ربنا عايز مني ايه؟ لان انا في الاخر انا مش همشي وهاخد معاه بس عملي بس. فهل اللي انا بعمله ده هو بجد عملي، ولا ده حاجه اوفر وحاجه منغص عليا حياتي ومش خلاني اقدر استمتع بحياتي؟ اللي انا بعمله ده ايه؟ لازم اصنفه. هل ينفع ان انا استغنى عنه ولا لا؟ هل ينفع ان انا اعدله بحيث ان حياتي تبقى الطف واظرف ولا لا؟ احنا محتاجين نرجع تاني نبقى سعداء بمنتهى الصراحه. احنا محتاجين نبقى مبسوطين، عايزين نبقى ناس سعيده من تاني، لان سعادتنا دي هي على فكره مسؤوليه فرديه بحته. دي مسؤوليتك انت، مسؤوليه شخصيه. مفيش حاجه في الدنيا هتقدر تسعدك لو انت ما خدتش قرار ان انت تبقى انسان سعيد. انا نفسي اعمل حمله، يلا نرجع نبقى سعداء، يعني يلا نبقى سعداء من تاني، يلا نبقى مبسوطين، يلا يا جماعه نحس ان احنا حاسين بقيمه الوقت وقيمه اللقمه وقيمه القعده والصحبه، قيمه البيت، قيمه الصحه، قيمه الستر. عايزين نرجع تاني نبقى نايمين كده على المخده بالليل الحمد لله، انت حاسس انك عملت اللي عليك وربنا مديك والحمد لله. محتاجين نرجع تاني للحظه دي، محتاجين نعدل بوصلتنا تاني، عشان هي بجد مش هتقف على حد ومش مستاهله، وفي الاخر بنمشي ونسيب كل حاجه. انا عارفه كلمتين يعني ممكن ما يكونش ليهم علاقه قوي بالتغذيه والكلام اللي انا متعوده اتكلم فيه، بس انا شايفه ان ده صميم حاجات كتيره قوي وسبب مشاكل حاجات كتيره قوي، ومن سبب حاجات كمان من الناس والحالات اللي بتتابع معايا. دمتم في سعاده وفي خير وسلام، امين. اشوفكم على خير.